بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وخط أزرق. النهاردة حلقة 18 ديسمبر 2015. إن شاء الله نسعد بوجود حضراتكم معانا ونكون مفيدين، لأننا هنتكلم النهاردة في حلقة موضوعها القدس عربية. تعالوا نتكلم مع بعض ببساطة كده ونشوف إيه الموضوع ده وليه بنطرحه النهاردة. الحقيقة احنا مش بنطرحه من واقع ان احنا بنرد، لاني موضوع ان القدس عربية ده امر محسوم تاريخيا ودينيا ومن كل الاوجه، حتى الدراسات العلمية الحديثة. يعني مفيش مجال ان احنا نقول يهودية القدس ونرد نقول لا ده القدس عربية والكلام ده. لكن تابعنا في الفترة الأخيرة وده اللي استوقفنا الحقيقة، وده اللي هيخلينا النهاردة نتكلم في هذا الأمر، إن حروب الجيل الرابع أصبحت هي الأساس في وسائل الإعلام وفي اختراق العقول في العالم العربي. ونظرا لأني لما يكون اللي بيتكلم أو اللي بيبث الرسالة يهودي أو أمريكي أو أوروبي أو صهيوني أو طبعا احنا على طول نقوم واخدين الجانب الاخر وما نسمعش. لكن لما اللي بيدينا الرسالة يكون مسلم ومفكر وعربي وله مكانة في المشاهدين والمتابعين، هنا بيكمن الخطر. تحديدا بتكلم عن الرسالة اللي حاول المفكر المصري الدكتور يوسف زيدان ان هو يوصلها لنا، من ان يعني ما فيش حاجة اسمها القدس اليهودية او القدس العربية، لا ده احنا في عندنا اسانيد واشياء بتؤكد ان القدس يهودية، وان المسجد الاقصى لا ده مش مكانه هنا. وسرد كلام كتير قوي الحقيقة عبارة عن هدية كاملة للجانب الصهيوني ما كانش يحلم بيها بأي حال من الأحوال. طيب احنا مش مسألة رد برضو على الدكتور يوسف زيدان، قد ما احنا بنؤكد من خلال هذا البرنامج المعني بالشؤون الإسرائيلية ونوعين الإعلام المصري والعربي داخل إسرائيل، ان احنا عندنا قامات علمية كبيرة بنستوضح آرائها ونشوف ايه بالظبط حقيقة هذا الأمر. يعني مصر الحقيقة كأكبر دول المواجهة مع إسرائيل، وإن كان دلوقتي طبعا في حالة سلام وعلاقات طيبة وعلاقات دبلوماسية، لكن سيبقى مسألة أو ستبقى مسألة المواجهة دي أمر محتوم. ما كانش النهاردة يبقى بكرة بعد بكرة هيحصل. فلازم إن احنا نتكلم في إن احنا عندنا علماء، عندنا عقول. طب تعالوا في مسألة اليهودية والدراسات اليهودية. عندنا أسماء مدارس علمية، يعني الدكتورة ليلى أبو المجد والدكتور سامي الإمام. هيكون في مداخلة النهاردة مع الدكتور سامي الإمام عشان نشوف إيه الكلام ده. طيب في أساتذة وعلماء تانيين، مدرسة المصرية في الحكاية دي يعني أسماء عالمية. يعني لو قلنا أسماء زي الدكتور أبو خضرة، زي الدكتور الهواري، في جيل وسط، في عندنا جيل وسط. النهاردة هيكون معانا واحد من جيل الوسط، دكتور جلال زناتي. دكتور جلال هو أستاذ تاريخ في جامعة اسكندرية، لكن الأهم من الجانب الأكاديمي ده أنه هو له مؤلفات في موضوع الهيكل وفي موضوع القدس وإثبات عروبتها. عندنا كمان أساتذة كبار جدا اتكلموا في الموضوع ده من ناحية الأيديولوجية السياسية، يعني الفكر السياسي في جامعات مختلفة. لو قلنا في جامعة الزقازيق مثلا هيكون عندنا الدكتورة هدى درويش، ليها مؤلف مهم جدا في مسألة اليهودية والفكر اليهودي، وبتكلمنا عن مفاهيم يهودية زي القبلاء أو التصوف، وتدخلنا في مسألة إن إزاي الجماعة دول بيفكروا في التوسع والتعامل السياسي في إن هم يفرضوا الأمر الواقع، سياستهم في فرض الأمر الواقع. وده طبعا حدث
في القدس، وهنكلمكم بشيء من التفصيل في هذا الأمر. يعني خلينا نرجع لعلمائنا ومدرستنا المصرية وأساتذتنا الكبار، الكبار بمعنى الكلمة. عشان كده حلقتنا النهاردة هتكون حلقة مفيدة جدا ودسمة جدا، وأرجوكم تابعوها باهتمام، لأن هنقول فيها كلام مهم جدا موجه مش فقط لمشاهدينا داخل مصر، لكن لكل مشاهدينا في الوطن العربي، وكمان اللي بيتابعونا عبر الفضائية المصرية الموجهة للولايات المتحدة وكندا. بدعوكم لمتابعة حلقة أعتقد أنها في وقتها تماما في خط أزرق. البداية بتكون مع فقرة الأخبار من داخل إسرائيل، بيصحبنا فيها دايما الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية. وعندنا مجموعة من التقارير الموثقة عن عروبة القدس، وعن الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه تاريخ التسلل والاستيطان. واحد عن عروبة القدس، واحد عن تاريخ التسلل والاستيطان. يعني أرجوكم تابعونا باهتمام النهاردة، إن شاء الله تكون حلقة موفقة وتعجبكم. بعد الفاصل إن شاء الله مباشرة فقرة الأخبار من داخل إسرائيل. فقرة الأخبار من داخل إسرائيل وأهم العناوين في الصحافة والإعلام الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي. وضيفنا اللي دايما يشرفنا في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية. العناوين كتيرة النهاردة دكتور، برحب بحضرتك الأول. أهلا وسهلا بالمشاهدين. في أول خبر عندنا كان في هآرتس: ونتنياهو أقسمت لرؤساء مصر المتعاقبين بأن عودة رابين لم يتجسس لصالح إسرائيل. والخبر كان منشور في هآرتس بيقسم ان هو يعني ان عودة رابين ما كانش جاسوس. ايه الهدف من الخبر ده يا دكتور وايه اللي وراه؟ يعني غالبا عايزين يحولوا البرنامج بتاعنا برنامج كوميدي، يعني ان هو يقسم. بالنسبه للقسم لغير اليهودي يعني للاسف يعني من السهل جدا وفقا للديانه ان تكذب على الجوي اللي هو غير اليهودي. وده متاح وده مفضل يعني صدر لينا من قبل كده اكثر من قسم من وزير الدفاع الاسرائيلي السابق مردخاي، وهو نفسه أدين في جرائم فساد. أيوه. فهو يكذب على الإسرائيليين، يكذب على اليهود. يعني هو عندهم في الديانة إن ما تقسمش أنت واليهودي أو يعني ما تكذبش بقسم على اليهودي بالزبط. لكن على الأغيار أو الديانات الأخرى ده تمام، يعني مفيش مشاكل. في قواعد كمان للقية لو أنا عثرت على حاجة على الأرض طب مين اللي عثر عليها؟ دي بتاعت مين؟ بتاعت غير يهودي. طب غير اليهودي شافها الاول، غير اليهودي طب راجل شافها الاول. الموضوع ده عايزين له حلقه ده بالظبط. طيب يعني هو اقسم لرؤساء مصر المتعاقبين ان عوده ما هواش جاسوس، لكن ايه اللي حصل؟ في النهايه اكمل العقوبه بالكامل ولم يتم تصديق يعني هذه الترهات. يعني هيلعب على مين؟ هيلعب على مين؟ طيب تاني خبر معانا النهارده: مطالبات بالتحقيق مع وزير الطاقة في إسرائيل لاتهامات جنسية. والتفاصيل بتقول إن رئيسة حزب ميرتس طالبت المستشار القانوني للحكومة يهودا أينشتاين بإجراء تحقيقات فيما نشر عن قيام الوزير سلفان شالوم بالاعتداء جنسيا على موظفة سابقة في وزارته. فضيحة كل نص ساعة.
طبعا. فقره ثابته برضه عندنا. هو ملف كمان التحرشات الجنسيه، في قائد كبير في الشرطه ايضا يتم التحقيق معه بنفس الاتهامات. وطبعا زعيم حزب ميرتس معاه 2 من اعضاء الكنيسة متضامنين مع، والموضوع طبعا في متابعه يوميه، يعني في تفاصيل. ايضاحات احمرات منذ دقائق اضافت مزيد، بس هو ده كان منشور في اسرائيل هيوم. انما منذ دقائق في مستجدات حصلت ان الشاكيه ادلت بتفاصيل جديده موثقه يعني. طب ايه التفاصيل بقى؟ عايزين نعرف التفاصيل. تخيل لا تمام. هنروح للخبر الثالث، والمصادقه على بناء 900 وحده استيطانيه جديده في القدس. والخبر كان منشور على موقع والا، والتفاصيل بتقول ان لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على بناء وحدات جديدة بتبلغ 900 وحدة. ونائب وزير البناء والإسكان جاكي ليفي أرحب بقرار المصادقة على استئناف البناء في عاصمتنا الأبدية القدس انطلاقا من التزامنا نحو تعميرها. وده الفكر الصهيوني في الاستيلاء على أشياء الآخرين، بما فيها المدينة المقدسة القدس، بناء المستوطنات فيها. واحنا شايفين النهارده الموضوع هيكون عن الحكاية دي. طبعا ده مهم جدا ان احنا نعرف ان كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اهتمت بالاستيطان واكملت المسيرة، بمعنى انها حلقات يتم استكمالها وفقا لمخطط عام، هو ان حتى هذه اللحظة ورغم كل التضييقات المقدسيين المرابطين الفلسطينيين في القدس هم الأغلبية، نحو 60% من سكان القدس الشرقية هم من الفلسطينيين المرابطين. لكن هم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بيهدفوا ان يبقى يقلبوا الرقم ده يبقى مثلا 80 او 90% من المستوطنين و10 12% من فهم عندهم آليات منها المصادرة يعني. مصادرة الأرض يقولوا للمنفعة العامة أو عدم منح تصريح بناء لمالك الأرض الفلسطيني، أو حتى الترميم أو التعلية. طب والادعاءات والكذب ويعني التضليل، حتى تضليل الرأي العام المحلي داخل إسرائيل أو العالمي، بأن بعض الفلسطينيين بيستخدموا هذه البنايات في أغراض يعني غير قانونية أو أغراض إرهابية، وبالتالي ياخدوا الأراضي دي منهم أو البنايات. لا، هو ما فيش كده. الأغلب الحالات بيبقى عدم التصريح بالبناء، فبيضطر يطلع الجيل القادم للبناء بره. أنا قصدي يا دكتور على سحب الملكيات. أنا هقول لحضرتك الجزء اللي بيتم هدمه ده أنا ماليش تصريح فبنيت فبيهد، ولكن أنت عشان مش قانوني. أنت مش قانوني يعني. إنما هو في البداية والنهاية دي أرضه يعني. طيب تمام. هنروح ليدعوت أحرنوت والإضراب في القطاع العام والمرافق الاقتصادية مطلع الأسبوع المقبل. والتفاصيل بتقول أن الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية قرر تعليق العمل بالقطاع العام والمرافق الاقتصادية ردا على تدني الأجور وتردي الأوضاع الاقتصادية لدى العاملين. وأريه درعي رئيس حزب شاس بيحمل نتنياهو مسؤولية تفاقم الفقر في البلاد ويهدد بانسحاب حزبه من الحكومة حال استمرار حالة التدني الاقتصادي. طبعا أريه درعي كان حصل له ترضية منذ أسابيع قليلة، ومع ذلك يهدد أيضا بالاستقالة. وطبعا هو يعلم أن الحكومة هشة، أغلبية ضعيفة، فبالتالي هو يبتز نتنياهو لمكاسب خاصة. وهو محنك في الموضوع ده وقضى في السجن 7 سنوات برضه في قضايا فساد. وزي ما بقول لحضرتك مجتمع رحيم بالفساد، بمعنى ان هو يطلع من السجن يبقى وزير تاني مفيش اي مشكلة. فهنا حدث جلل يجب ان احنا نتابعه، شوف الى اين تسير الامور، لان حكومة هشة والمجتمع لا يحتمل. طب تردي الاوضاع الاقتصادية دي ملامحه ايه اللي موجودة فيه؟ احنا كنا اشرنا الاسبوع الفائت يعني ان كان في 60,000 فقير يضافوا كل عام. وان الاغلبيه دول اطفال، ثلث تقريبا العدد ده اطفال، وان في مهاجرين بينتحروا مش بس بينزحوا. ففي ضغط على الحكومه الاسرائيليه وعلى نتنياهو في الفتره الحاليه. طيب لسه في يدعوت أحرنوت، لكن خبر آخر، والخبر تفاصيله بتقول إن أطلق زعيم حزب إسرائيل بيتنا وزير الخارجية الأسبق إفيجدور ليبرمان حملة تستهدف الضغط على أعضاء الكنيست باغية دعم مشروع قانون بيقضي باستبعاد النائبة حنين زعبي وحزبها من الكنيست، مشيرا إلى أنهم داعمون للإرهاب. حملة ضد
النواب العرب في الكنيست. ايوه بالظبط. طبعا هو اصلا في المعارضه لم ينضم للائتلاف الحكومي، انه معروف مواقفه المتطرفه وتربصه طبعا باعضاء كنيسه العرب. أيوة. واعتقد ان ده مرتبط ايضا بالخبر التالي والاثنين دول يجب يعني ان احنا نطرحهم على عضو كنيسه العرب احمد طيب ان شاء الله. النهارده مشاهدينا نجري بيه اتصال، هيكون في ان شاء الله اتصال مع العضو العربي احمد الطيبي. طب هنروح برضه الخبر اللي اشار اليه الدكتور احمد، ان مندوب اسرائيل في الامم المتحده غاضبا اعضاء كنيسه عرب زاروا الامم المتحده دون تنسيق مسبق، واحمد طيبي يرد انه شخص متطرف. طبعا داني دانون اللي ظهر على الشاشه الان هو كان نائب وزير الدفاع وشخص متطرف فعلا ومستقبله واعد. هو بيزايد وبيكسب اصوات بالتطرف في المواقف المتطرفه. فهو الان اصبح مندوب اسرائيل في الامم المتحده. متخيل ان اسرائيل دي سجن كبير، ولما تخرج من السجن دي في زياره يجب عليك ان انت تنسق المواقف ويحصل املاءات، يحصل تلقين. هتزور الامم المتحده اوكي بس تقول كذا وكذا وكذا. تمام. دايما اخر الاخبار اللي معانا بتكون كاريكاتير، والكاريكاتير اللي معانا النهارده كان منشور في اسرائيل هايوم، وكاريكاتير شلومو كوهين. طبعا اردوغان طبعا ادلى بتصريحات ناريه في الاتجاه الخطا، ان هو الحلف العلني السابق عائد بقوه، وسيتم ذلك على حساب خط الغاز وعلى حساب الهروب من الضغط الروسي. فهنا يظهر بوتين وهو يعني يتوعد كامل يا جماعه كده يتوعد كده الشاشه تبقى اكبر فعلا. فيتوعد أردوغان بعد الجريمة ووقعت الطائرة وإسقاط الطائرة. فهنا غادر مسرعا مكانه، غادر تركيا بيستنجد بالشقيق الإسرائيلي. طب يعني يمكن ده هيوصلنا للخبر اللي كان لسه منشور، في حالة من الهلع على وجهه بين خوف. لا غير الهلع ده. ايه حقيقة عودة العلاقات الكاملة بين إسرائيل وتركيا والكلام ده؟ يا ريت علاقات كاملة، انما ده تحالف قديم علني. سنة 49 في علاقات رسمية، فهو كان في فترة من الفترات على طول مع شارون ومع المرت ومع رئيس الدولة كاتساب، ولا ينكر يعني، وبيشتري طائرات بيضرب بيها معارضيه، طائرات إسرائيلية. فهنا العودة إلى التحالف مرة أخرى العلني مقابل 20 مليون دولار. 20 مليون دولار بس، يعني هياخد 20 مليون مرمرة والتعويضات والناس اللي ماتت. ده بعد زي حرامية الغسيل كده. بعد يعني يعدوا ياخدوا الحاجة. يعني 20 مليون دولار ده مبلغ تافه جدا. وفي جنسيات ماتت غير جنسيات تركية، ومزايدات حصلت ومواقف. في الاخر هو عينه على اخوان غزة، الاخوان فرع غزة، ومش مهم القدس، مش مهم القضية، انما التحالف يبقى علني تاني في مقابل 20 مليون دولار. يعني لا تعليق اكتر من اللي اتقال. برجو ان تكون الفقره حازت على قبول حضراتكم. انتهت الفقره، وبشكر ضيفي الدكتور احمد فؤاد انور استاذ الفكر الصهيوني في جامعه اسكندريه. وهنروح مباشره للفقره التاليه، تقرير هنشوف من خلاله معلومات مهمه جدا عن عروبه القدس. التقرير ده ان شاء الله يعجب حضراتكم لانه فعلا مهم. وبعد كده هنستقبل ضيفنا اللي بيشرفنا النهارده دكتور جلال زناتي. دكتور جلال استاذ التاريخ الوسيط في جامعه اسكندريه، وله مؤلفات هامه في عروبه القدس وفي هيكل سليمان. وهنشوف بالاسانيد وبالادله العلميه من خلال المدرسه العلميه المصريه المهمه في هذا الامر. هنشوف ايه الحقائق اللي هنسردها عن عروبه القدس من خلال حلقتنا. تابعونا دايما في خط أزرق. القدس، أورسالم، يبوس، أورشليم. تعددت الأسماء والتاريخ يأبى أن يكون إلا واحد، يأبى النسيان، يأبى طمس الهوية، يأبى التهويد والممارسات الاستيطانية المستمرة. شاء من شاء وأبى من أبى، فصوت القدس عال لا يجابهه صوت. محط أنظار النازحين والنزلاء والغزاة، تم احتلالها 25 مرة
وتدميرها وإعادة بنائها قرابة 18 مرة. يرجع تاريخ إنشاء مدينة القدس وعروبتها في التاريخ إلى حوالي 5000 عام، حيث عمرها الكنعانيون وأعطوها اسمها. وفي عام 3000 قبل الميلاد بناها العرب اليبوسيون، وهم شعب سامي نزح من شبه الجزيرة العربية، لذا سميت في الوثائق المصرية منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد مدينة اليبوسيين. وقد أطلق عليها اليونانيون يروسالم، وسماها المؤرخ اليهودي يوسفوس في أوائل الفتح الروماني هيروسليما، ثم سموها إيليا، ومن أسمائها القرية، إذ جاء في سورة الأعراف من كتاب الله العظيم القرآن الكريم في الآية 161: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم. تعاقبت على المدينة بعد تأسيسها شتى، وفتحها المسلمون بعد انتصارهم على الرومان في معركة اليرموك، وطلب أهلها الصلح والأمان على أن يتولى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصل الخليفة عمر إلى القدس ووقع العهدة العمرية لبطريرك المدينة صفرونيوس الدمشقي، وتضمنها شرط بناء على طلب البطريرك، وهو ألا يسكن اليهود فيها. حافظت على طابعها العربي الإسلامي حتى احتلت قرابة 200 سنة إبان الحروب الصليبية، واستعادها صلاح الدين الأيوبي عام 1187، ودخلها العثمانيون عام 1517. وبنى المسلمون في مختلف العهود الإسلامية مساجد بلغت 34 مسجدا، معظمها داخل المدينة القديمة، وعددا كبيرا من الزوايا يؤمها الحجاج من مختلف البلدان الإسلامية. وأنشأ المسلمون مدارس لطلب العلم بلغ عددها 56 مدرسة للمسلمين من أهل المدينة ومن المشرق والمغرب. وأصبحت المدينة غنية بالأبنية والنقوش والزخارف الإسلامية والقناديل النادرة التي لا مثيل لها على الإطلاق. وتعتبر قبة الصخرة والمسجد الأقصى من أهم وأقدم المعالم العربية الإسلامية في المدينة، وتعد جزءا أساسيا من التراث الإسلامي ومن أكثره قدسية. مرة تانية رجعنا لحضراتكم بعد متابعة هذا التقرير عن عروبة القدس. بشكر زملائي اللي يعني قاموا بالجهد الكبير ده وعرضوا لنا الصور المهمة دي والمعلومات الموثقة. وفقرتنا الرئيسية النهاردة حلقتنا والفقرة الرئيسية القدس عربية. الحقيقة لغويا حضراتكم طبعا أساتذة في الموضوع ده، في فرق من ان احنا نقول عروبة القدس او القدس عربية. عروبة القدس يعني احنا بنتكلم وبنشرح وبنؤكد، لكن القدس عربية لغويا ان شيء مؤكد تأكيدا، القدس عربية. طب هل احنا في حاجة ان احنا نرد ونتكلم ونقول هل في حاجة اسمها يهودية القدس فبالتالي احنا نقول إسلامية القدس او عروبية القدس، ولا لا؟ يعني ده أمر ثابت، احنا فقط بنذكر ولسنا في مجال الرد أو في يعني النقاش أو السجال. احنا ضيفنا اللي بيشرفنا النهاردة أستاذ بينتمي للمدرسة العلمية المصرية وجيل الوسط في دراسة اليهودية بصورة عامة وتاريخ اليهود اللي هم نقدر نقول في كمان التاريخ الوسيط. هو أستاذ للتاريخ الوسيط في جامعة الإسكندرية ومؤلف لعدد من الكتب الهامة في هذا الأمر، خصوصا عن القدس وهيكل سليمان. وبيشرفنا النهاردة وبيسعدنا أن هو ينورنا في خط أزرق دكتور جلال زناتي. أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك جاي من اسكندرية مباشرة وشكرا لتشريفك، وبنحيي كل يعني العلماءنا في اسكندرية وجامعة اسكندرية وطبعا وأهل اسكندرية كلهم. وعايز أبدأ بالطرح اللي أنا قلته في البداية، هل احنا بصدد إثبات
او تقديم ادله على ان القدس عربيه؟ هو في البدايه يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المشكله الاساسيه اللي حضرتك طرحتها فكره الحروب الجيل اللي احنا بنعاني منها حاليا، اللي بدات بالجيل الاول فالثاني فالثالث فالرابع والخامس اللي نعم اتفضل. بيحاولوا يستعدوا له. نعم اتفضل يا فندم. فبالتالي المشكله الاساسيه اللي ظهرت لينا فكرة الطرح ان احنا بنطالب الجيل الجديد اللي موجود حاليا اللي هو نتاج حرب ثقافية ابتدت قديما في فترة بعد حرب اكتوبر المجيدة وانتصار مصر، تحول الفكر ان احنا نحاول نخلي الجيل اللي موجود الحالي يطالب بحقه في الارض ونفس المسميات اللي حضرتك قلتها. هل القدس عربية ولا عروبة القدس؟ مصطلحين. اسرائيل حاليا بتحاول تغير في المضمون من خلال المصطلح الاساسي بالنسبة لها، هل هيبقى الحق في الارض ولا الحق على الارض؟ اللي هي اللعب بالكلمات ده اللي احنا الحقيقه بنهدفه يا دكتور كمان من برنامجنا، دراسه الاخر ويعني معرفه نقاط قوته وضعفه والاستفاده حتى من طريقه تفكيره اللي هم الجماعه الصهاينه دول. تمام يا فندم. هي المشكله الازمه الاولانيه ان الفكر اولا لازم الفكر يحارب بالفكر. ايوه. والرد يكون بالفكر وبالمنهج العلمي في المقام الاول، ولا يعتمد على اجتهادات قد تتجه الى بعض الجوانب الخاطئه. تمام. وبالتالي المشكله الاساسيه ان هي اليهود حاليا بيحاولوا يغيروا فكره الحق على الارض وليس الحق في الارض. ازاي؟ تغيير معالم مدينه القدس في البدايه، الشكل العام للمدينه، توسيع المتروبوليتان للمدينه، بزياده عدد المستوطنات اللي موجوده في المدينه بحيث يصبح العرب اللي موجودين في مدينه القدس سواء مسلمين او مسيحيين اقليه وليس اكثريه. فبالتالي يبقى العامل السكاني هيساعد بالترويج القضيه الناحيه الديموغرافيه يعني. تمام. ثانيا الجانب الثاني الدعايه الاعلاميه. الدعايه الاعلاميه ويمكن كانت كارثه بدايتها ان احنا وصلت لنا متاخر مش اساسيه، التصريحات اللي القيت من قبل حول طبيعه المسجد الاقصى واللي هو ليس المسجد الاقصى المقصود في القران الكريم. ده يعني تصريحات دكتور يوسف زيدان بالفعل. ولكن لها اصول ثانيه. باذن الله هنتكلم عنها. الازمه اللي موجوده في المصطلحات بالنسبه لنا، هل احنا عندنا مجموعه من بنعتمد في ارائنا على اجتهادات علميه لنخبه متخصصه، ولا بنعتمد على مجموعه روجت فكريا وبيستمد منها الشباب افكارهم، وبالتالي بتحصل ازمه ثانيه لدى المعرفه. كل الكتابات اللي موجوده وبيستقي منها الشباب معلوماتهم او الوطن العربي هي كتابات لبعض الافراد غير متخصصين في المجال التاريخ او مجال الدراسات الاسرائيليه. فبالتالي بيحدث ازمه ثانيه ان احنا يطلع عندنا جيل جاهل النتيجه للحرب الثقافيه الموجوده او جيل رابع من الحروب بالتاثير على عقول الشباب، وبالتالي الدوله او الوطن العربي يتحول الى فكره هل هو يطالب بعروبته للقدس ولا يطالب بحقه اللي هو موجود في الفعل وبناء على المصادر، ولا يحاول يقول ان القدس عربيه، يحاول يدافع عن حقه هو موجود هنا بالفعل. يعني عايزين نوضح مدى أهمية الخدمة الجليلة اللي قدمها الدكتور يوسف زيدان للجانب الصهيوني. هو لازم أول حاجة يا فندم نعرف مين هو الدكتور يوسف زيدان. هو الدكتور يوسف زيدان خريج جامعة اسكندرية، هو من جنوب مصر، اتخرج من كلية آداب جامعة اسكندرية سنة 1980، حصل على الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الإسلامية الصوفية على وجه التحديد. وبعد كده مسك مستشار لمركز المخطوطات ثم مدير معهد مركز المخطوطات في مكتبة اسكندرية. نموذج مكتبة اسكندرية في جمهورية مصر العربية هو النموذج اللي بيتجلى في الحروب الجيل الرابع، الحرب الثقافية من خلال استقطاب الشباب وتغيير مفاهيم أساسية. يمكن حتى الكتاب اللي كتبته من حوالي 5 سنين حول الهيكل كان في عدد من النسخ موجودة في مكتبة اسكندرية. هيكل سليمان الحقيقة والأسطورة، ده الكتاب ده. الأزمة اللي لقيتها موجودة في المكتبة اني برغم ان انا اهديت عدد من النسخ للمكتبة بمرور الوقت تم محوها من الداتا بيز اللي موجودة في مكتبة اسكندرية، مش موجود في المكتبة، او حتى الكتب اللي بتطالب بالحق العربي او الحق الفلسطيني على وجه التحديد. فبالتالي يتم تغييب الشباب فكريا من خلال هذه المكتبة. الشطحات للدكتور يوسف زيدان حوالين آراء حوالين مدينة القدس لها أصول ليست عربية، ولكن الهدف الأساسي منها الترويج لقضية الحق على الأرض وليس في الأرض. الحق على اللي هو الأمر الواقع. يعني خلينا كده إيه في الأمر الواقع. طبعا أنا طبعا هكمل مع حضرتك والموضوع مهم، لكن يبدو إن الموضوع نظرا لحساسيته وأهميته ابتدت الاتصالات التليفونية تجيلنا، ومعانا مداخلة مع الدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيسة العربي ومستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومباشرة من القدس العربية. دكتور أحمد طيبي، مساء الخير.
طيب الخط اتقطع، يا ريت يعني لو الدكتور احمد يكلمنا مره ثانيه. طيب يبقى اذا احنا كنت بسال حضرتك ما احناش في مجال اثبات او عرض رايين سجال، عايزين نوصل ده للاجيال الجديده وتحديدا بالفكر وبالاراء وبهدوء. القدس تاريخها، نبدأ كده ايه بالظبط المدينة دي؟ مدينة القدس كمدينة في بداية الاستقرار في الشرق الأدنى، الميزوبوتاميا بناء على المصطلح القديم، أو الشرق الأدنى اللي بيضم مصر والأردن وفلسطين وسوريا والعراق. الحضارات القديمة كمصطلح بداية استقر اليابوسيين في الألف الرابع قبل الميلاد، أسسوا مدينة اسمها مدينة أورشليم، مدينة السلام. وبعد كده تطورت المدينة إلى مدينة أورشليم بالنطق العبراني. يعقوب عليه السلام بعد تأسيسه المملكة في حوالي الألف الأول قبل الميلاد اتخذ من المدينة عاصمة، مدينة القدس، مدينة أورشليم، وبعد كده ورثها سليمان النبي عليه السلام، وبعد كده أبنائه، وانقسمت إلى مملكة الشمال ومملكة الجنوب لحد سنة 586. احنا كده بنحكي لمشاهدينا بسرعة جدا، بس لأن مهم جدا، محتاجة وقت طويل طبعا جدا. بس أنا كويس جدا حضرتك بتقول لنا المعلومات المهمة دي في الوقت ده. التواريخ الموجزة يعني داود عليه السلام الألف قبل الميلاد، تولى بعد منه سليمان عليه السلام حوالي سنة 920 قبل الميلاد، الفترة اللي بنى فيها هيكله الأول على بناء على الرواية اليهودية. استغرق بناء الهيكل سليمان عليه السلام 7 سنوات، ولازم نأكد على نقطة 7 سنوات لأن ليها غرض تاني بعد كده. استمروا موجودين في الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى لحد سنة 586 لما جه الملك العراقي البابلي نبوخذ نصر وعمل السبي البابلي ودمر الهيكل للمرة الأولى. سنة 586 وأخذ السبي البابلي بابليان كابتيفيتي، أخذ اليهود اللي موجودين في مدينة القدس أو مدينة أورشليم إلى العراق. بعد 50 سنة بالظبط جه الملك قورش الفارسي سمح لليهود بالعودة. هنا اليهود اللي عادوا لفلسطين ليس اليهود اللي رحلوا، ولكنهم ليس الجيل اللي مرتبط بالأرض هو اللي عاد للمدينة. لأن فات 50 سنة، فات حوالي 50 سنة. لما عادوا سنة 520 بعد 586 حوالي سنة 520 قبل الميلاد بنوا الهيكل الثاني، ولكن الهيكل الثاني ليس كالهيكل الأول اللي بناه ملك سيدنا سليمان عليه السلام الذي نقدسه ونحترمه. فبالتالي قعدوا ده الهيكل الأول للهيكل الثاني. بعد كده استمر التاريخ اليهودي. طبعا اليهود في مجتمع وثني، مجتمع منغلق جيتو لا يرتبط بالآخرين، وابتدت الإمبراطورية الرومانية تحكم في هذه الفترة المكان لحد ما قامت ثورة يهودية في ولاية اليهودية سنة 69 ميلاديا. كان الإمبراطور فاسبسيان أرسل ابنه تيتوس كان قائد للقوات الشرقية ودمر المدينة ودمر الهيكل الثاني، ومن هنا ابتدت المشكلة سنة 70 ميلادية. يعني بالضبط هنقف عند سنة 70 ميلادية والمشكلة اللي طبعا معانا لحد هذه اللحظة، لكن استأذنك في هذه المداخلة مع العالم الكبير الأستاذ الدكتور سامي الإمام، الأستاذ بجامعة الأزهر وصاحب أهم الدراسات الدينية حول يعني القدس ومدى عروبتها والأماكن المقدسة اللي فيها والمسجد الأقصى. دكتور سامي مساء الخير. اهلا بك يا فندم. مساء النور. استاذ حازم. اهلا بسيادتك وشكرا للمداخله المهمه دي، وكان نفسنا تبقى حضرتك معانا على الهواء ان شاء الله يكون لينا حظ يعني. ربنا يبارك فيك فندم، ان شاء الله تتاح الفرصه باذن الله تعالى. ان شاء الله. دكتور سامي ايه صوره الهيكل في الجانب اليهودي يا دكتور؟ طيب لو سمحت لي ممكن بس دقيقه بس اقول مقدمه كده. طبعا. يعني الحقيقه في البدايه انا بشكر الجهد العظيم المبذول من قبل القائمين على برنامج خط ازرق، وعلى راسهم حضرتك طبعا. شكرا. والزميل العزيز الاستاذ الدكتور احمد فؤاد وفريق العمل والاعداد. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. البرنامج الحقيقه انا بعتبره خطوه مهمه جدا في رساله الاعلام لنشر ثقافه الدفاع عن اسس العقيده وبناء الانتماء للوطن في عقول الباحثين عن المعرفه، خاصه الشباب. نعم. هذا البرنامج الذي او المعلومات التي تمكنهم من تكوين رؤى حقيقيه وواقعيه لما يدور حولنا، وخاصه الصراع الصهيوني العربي. ايوه. كما يسعدني ان اشارك علم ورمز من اعلام الكفاح الفلسطيني الدكتور احمد الطيبي. نعم. الذي يعايش ظروف الاحتلال الصهيوني بكل ابعاده
ويواجه سلط الصهاينة في عقر دارهم نعم. الكنيسة الإسرائيلية، وفي ساحة الأقصى المبارك، وفي كل شبر من أرض فلسطين. نعم. أرض الرسالات السماوية وأرض الرباط. نعم. فلهم تحياتي ولأهلنا في فلسطين في شخصه الكريم. شكرا جزيلا لحضرتك. عن سعادتي أيضا بمشاركة الزميل الفاضل الدكتور جلال زناتي. نعم. له تحياتي أيضا. ولو سمحت لي أضيف أيضا، يعني أود في البداية أن أركز على أن حديثي مستمد من عمل بحثي أكاديمي، بمعنى أنني ألتزم وتحكمني قواعد بحثية أهمها الحياد والصدق في نقل المعلومة، وإن خالف ما توصلت إليه فكر باحثين آخرين. وإنني إذا أتحدث إلى برنامجكم إنما أحرص على تقديم معلومات موثقة أغلبها من المصادر العبرية بعد تمحيصها وتدقيقها واستنتاج ما رأيته صائبا منها، والغرض من ذلك معرفة فكر الآخر، وبذلك يسهل الرد على افتراءاته وتجاوزاته. وأضيف أيضا أن افتراءات الصهاينة والمستشرقين وأعداء الإسلام والمسلمين تصبح حقائق أمام أي طرف ثالث طالما لم نبادر بالرد عليها والتفنيد والدحض في موعده المناسب. تمام. خاصة إذا وقعنا في الاعتبار أن الكيان الصهيوني لا يألو جهدا في نشر مدى أوسع ما يقوم به باحثون مغرضون تخصصوا في تشويه عقائدنا وثوابتنا الدينية والاجتماعية والتاريخ وغير ذلك. دي مقدمة كان من الضروري أن نقولها. لا، هي يعني مهمة جدا لأنها يعني موجهة، ويعني يعني أثارها أعتقد هتكون مهمة. دكتور سامي جدا، اتفضل إجابة السؤال. إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك سألتني عن الهيكل. نعم. الهيكل في اليهودية. اسمح لي، الهيكل طبعا موضوع طويل، لكن أنا هحاول أجيز بقدر الإمكان في صورة مختصرة جدا ما هو الهيكل في الفكر اليهودي. اليهود لما خرجوا من مصر في عهد موسى عليه السلام، والكلام ده كان سنة في حدود 1350 قبل الميلاد. نعم. بمجرد ما خرجوا إلى الصحراء تقول التوراة أن أعداد الإسرائيليين الخارجين من مصر كانت حوالي 600,000، ومعهم مواشي وكل ما كانوا يملكون وما أخذوه من مصر معهم. هذا الكم الغفير استدعى الأمر أن يكون هناك مركزا يلتفون حوله في الصحراء، فأمر الرب موسى بصناعة خيمة. وهم كقبائل الحقيقة طبعا كانوا يقيمون في خيام، لكن الخيمة التي أمره الله بصناعتها كانت على صورة معينة، وحتى أنه أمره وقال له اصنع الخيمة كما أريك، بمعنى أن هو نزل له صورة للخيمة اللي هو مطلوب منه أنه هو يعملها وينفذ الأمر كما أمره الله. وفي هذه الخيمة كان بيوضع ما يسمى بتابوت العهد. تابوت العهد. طب الخيمة دي ليها علاقة بالهيكل يا دكتور؟ ليها علاقة، ما علشان كده أنا بذكر الخلفية دي لأنها مهمة جدا. أي. الخيمة كان زي ما قلت لحضرتك ليها مواصفات خاصة. كان بيوضع فيها تابوت العهد. نعم. تابوت العهد كان بيحتوي على اللوحين الحجريين اللي نقش عليها العشر اللي تسلمها موسى عليه السلام. نعم. من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا حديث وشرح يطول. لا ده يعني يبدو يا دكتور ان الموضوع يعني له ابعاد مختلفة، وفعلا يعني محتاج ان سيادتك تكون معانا هنا على الهوا في حلقة كاملة وليس مجرد مداخلة تليفونية. يعني انا كان نفسي يبقى عندي وقت اطول من كده مع حضرتك، لكن ان شاء الله يكون لينا نصيب وحظ وافر في ان سيادتك تكون معانا على الهواء مباشرة. استاذ الدكتور سامي الامام، الاستاذ بجامعة الازهر. يعني الدكتور سامي ادانا يعني زي ما نقول كده مدخل لفكرة الهيكل. حضرتك هنا ليك مؤلف هيكل سليمان الحقيقة والاسطورة. دكتور جلال، ايه الحقيقة وايه الاسطورة في موضوع الهيكل؟ احنا وصلنا لسنة 70. لسنة 70. تمام.
هو زي ما قال أستاذنا طبعا اللي اتعلمنا منه كتير، أستاذنا الدكتور سامي الإمام، إزاي إن احنا نبقى محايدين في كتابة المادة العلمية، ننقلها بأمانة ولا نضيف إليها ولا نختزل منها، ودي حقيقة المؤرخ. نعم. ولكن اللي تم للأسف في أقوال الدكتور يوسف زيدان هو اختزال الكلمات والترويج لأمر يراد به باطل ولا يراد به حق. فتحول إسرائيل زي ما قال أستاذنا الدكتور سامي الإمام إن تحولوا من الخيمة المتنقلة إلى مكان ثابت. هنا تحولت العبادة اليهودية إلى عبادة قربانية بتقوم في المقام الأول. بعد سنة 70 لما قامت الثورة، بالنسبة للثورة اليهودية دمر تيتوس مدينة بيت المقدس للمرة الثانية، مدينة أورشليم. سنة 138 ميلاديا، اختلفوا ما بين 135 ل 138 ميلاديا، جه الإمبراطور هادريان بنى مدينة جديدة اسمها إيليا كابيتولينا، اللي هي جت منها كلمة إيلياء في المصادر الإسلامية. إيليا، والمسمى إيليا ده كمان هنتوقف عنده، لأن يعني هو أحد مسميات القدس، ملوش أي معنى زيادة عن كده، مظبوط؟ الإله، تمام. المعنى الإلهي، التجسد الإلهي يعني. نعم. فبالتالي إن هنا سنة 138 بنيت مدينة جديدة على أنقاض المدينة القديمة، فبالتالي لا يوجد هيكل. استمر، وحرم الإمبراطور هادريان عن اليهود دخول المدينة. استمر هذا الوضع إلى أن فتحت مدينة بيت المقدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب سنة 15 هجريا، سنة 636 ميلاديا. اللي عايز يرجع للمصادر موجودة الطبري والواقدي وغيره من المصادر الإسلامية القريبة من تلك الفترة. نعم. فابتدت المدينة، جه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبنى، اختط مسجد على المكان اللي كان موجود، أو المدينة مش موجودة أساسا. أول مسجد بني في القدس هو مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومكانه حاليا هو المسجد القبلي، في المسجد القبلي، لأن الحرم القدسي كمصطلح عام يعني فين ده من مكان الهيكل المزعوم؟ لا يوجد هيكل. لا يوجد هيكل، لأن أنا هقول من مصدر يهودي ومن مصدر مسيحي ومن مصدر مسلم عشان يبقى بنقارن ما بين المصادر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى المسجد عمر بن الخطاب اللي هو المسجد القبلي على غرار مسجد الرسول. سنة 50 هجريا كان في مؤرخ فرنسي اسمه أركولف. المؤرخ ده زار مدينة بيت المقدس وذكر ان المسجد كان هش البناء، يعني مبني على طريقة بدائية سنة 50 هجريا في بعد خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كانت الفترة الأساسية في الإسلام، لسه الدولة لم تكتمل على الشكل الكبير، وكان ابتدى عمر بن الخطاب بنى المسجد. فأركولف وصف المسجد بالتفصيل ولم يذكر معلومة واحدة حول وجود يهود في هذه المدينة، وإن كان قال إنه يدعي اليهود ملكيتهم لهذا المكان، على الرغم ان هو ذكر نصا أركولف ان عمر بن الخطاب بنى مسجده في مكان خارب، مكان خالي. المسجد الأقصى بني امتى؟ هو دينيا المصادر الإسلامية قالت ان هو بني في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبعض المصادر بترجع لعهد سيدنا يعقوب عليه السلام، وبعض الروايات لسيدنا داود عليه السلام. نعم. يعني الرواية، يعني إذا المسجد الأقصى قائم، ومش زي ما الدكتور يوسف بيقول ده المسجد الأقصى اللي هو في الطائف والكلام ده. هنا هنرد عليه بقى. أين أخذ الدكتور يوسف زيدان كلامه حول المسجد الأقصى؟ الدكتور يوسف زيدان أخذ كلامه بالنص من مردخاي كيدار. يعني نقل عن مردخاي كيدار أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة بار إيلان ومدير مركز بيجن السادات لدراسات الشرق الأوسط. هو أستاذ إسرائيلي، وكان قبل كده خدم في جيش الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتل للأراضي العربية الفلسطينية. ذكر بنفس النص أن المسجد المذكور في القرآن الكريم ليس هو المسجد الأقصى الذي في فلسطين. تعالوا نشوف التقرير ورجعوا لنا مرة تانية. بشكل أحادي الجانب ضمت إسرائيل القدس وصادرت لما تزعم أنه للمنفعة العامة مناطق شاسعة بنت عليها مستوطنات مثل راموت وجيليو وبسجات زئيف وهرحوم وهاجعفة هترفتيت بهدف تطويق القدس الشرقية. وبالفعل سكنها نحو 190 ألف إسرائيلي يقيمون في 50 ألف وحدة سكنية، ثم شرعت في تشجيع اليهود فرادى وعائلات للسكن في منازل وسط الأحياء العربية تحت حراسة شركة أمن خاصة
بهدف تغيير طابع المدينة، ولذات الغرض تم تنظيم رحلات سياحية يهودية مكثفة للقدس. وقد جاءت سياسة الاستيطان الإحلالي متناقضة دوما مع قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام فيما بعد لإرساء جذور الاستيطان الصهيوني في القدس. وقد عملت هذه السياسة على قلب النظام الديمغرافي فيها. ويذكر أن أول مستوطنة أقيمت في مدينة القدس كانت كفار عفري عام 1924، وقد دمرها المتظاهرون الفلسطينيون 3 مرات، ثم أعادت سلطات الاحتلال بناءها عام 1970، وهي تقع شمال القدس حاليا. وقد بلغ عدد المستوطنات في القدس في مطلع القرن 21 33 مستوطنة. ومن أهم هذه المستوطنات مستوطنة معلود دفناء، والتي بلغ عدد مستوطنيها عام 2011 حوالي 2940 مستوطنا. وأيضا مستوطنة راموت آلون وعدد سكانها 42,430، ومستوطنة جيلو والتي يبلغ عدد سكانها 29,420 مستوطنا. وقد ثبت أن للاستعمار علاقة وطيدة بتشجيع الصهيونية، حيث كان على رأس أسباب اهتمام بريطانيا بتوطين اليهود في فلسطين هو ظهور محمد علي باشا في مصر ومحاولته التوسع الرامية إلى إقامة إمبراطورية عربية قوية تحل محل السلطة الفلسطينية المتهالكة. وهذا يتعارض مع السياسة البريطانية الهادفة إلى عدم المساس بممتلكات الدولة العثمانية، سواء عن طريق الغزو الخارجي أو الثورة الداخلية. وتبعا للاتجاه العام لمعدل النمو السكاني العربي والسياسات السكانية الإسرائيلية في مدينة القدس، فإنه من المحتمل أن يتجاوز مجموع سكان المدينة 900,000 نسمة بحلول عام 2016، منهم 76% من المستوطنين اليهود، سعيا لخلق هيمنة ديمغرافية يهودية مطلقة في القدس. وقد أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في أكثر من مناسبة بأنه يجب أن يكون في القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل أغلبية يهودية، ونحن نعمل ومن خلال رؤية بعيدة المدى على أن يكون في القدس الكبرى 1,000,000 يهودي، وهو ما عمل من أجله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، جاعلا نصب أعينه أن تتجاوز نسبة اليهود في المدينة 88%، فيما تتراجع نسبة العرب إلى 12% خلال سنوات. كل هذا العدوان يضاف إلى جانب الانتهاكات والتخريبات والحفريات بحق المسجد الأقصى بزريعة الهيكل المزعوم، والتي لم تفلح أعمال الحفر إلى الآن في العثور على حبة رمل واحدة تؤكد وجود الهيكل تحت المسجد الأقصى. وتجدر الإشارة إلى أن ما أظهره رافائيل جرينبرغ، وهو عالم آثار يهودي ويحاضر في جامعة تل أبيب، أنه كان من المفترض أن تجد إسرائيل شيئا حال واصلت الحفر لمدة 6 أسابيع، غير أن الإسرائيليين يقومون بالحفر في القدس لأعوام دون العثور على أي شيء. بنقول وشهد شاهد من أهلها. يعني رافائيل جلومبرج لما وهو عالم آثار يهودي، ويقول ان يعني يفترض ان 6 أسابيع فقط، واذا كان في آثار للهيكل تحت المسجد الأقصى لازم ان او يجب انها تظهر. لكن الحقيقة ان في بعثات كثيرة، ربما 50 أو 55 بعثة للتنقيب على الآثار. يعني هنعرف ايه مدى الاشياء اللي وجدتها. يعني خلونا مرة تانية نرحب بضيفنا اللي بيشرفنا دكتور جلال زناتي، أستاذ التاريخ الوسيط في جامعة اسكندرية. يعني هل فعلا يا دكتور وصل عدد بعثات التنقيب عن الهيكل ل 55 بعثة؟ 55 بعثة أثرية لم تجد أي شيء يدل على الهيكل ولا وجوده، وبالرجوع للمصادر والمؤرخين لم يذكروا وجود هيكل، ولكن الشيء اللي على الأرض بالفعل هو المسجد الأقصى أو الحرم القدسي، لأن المسجد الأقصى ليس مسجدا واحدا، ولكن هو حرم يضم مجموعة كبيرة جدا من المساجد، أشهرهم المسجد قبة الصخرة والجامع القبلي والمصلى المرواني وحائط البراق.
حتى لحد سنة 1519 كان اليهود بيتجهوا إلى الجزء الجنوبي الشرقي. ومهم يا دكتور جلال نقول حائط البراق وليس حائط المبكى. وليس حائط المبكى، لأن ده مسمى صهيوني. هو غزو ثقافي للغة العربية بإعلامي بغرضه الأساسي أن الجيل الجديد لا يميز ما بين القضية. نعم. القضية الأصلية هي قضية القدس. نعم. وبالتالي تغيير المعالم الأساسية للمدينة، إسرائيل أصدرت بعض القوانين منها قانون التخطيط والعمران بينص على أن المدينة القديمة مدينة القدس اللي هي العربية يكون فيها 40% من المساحة أراضي خضراء. الغرض الأساسي منه أن لا يسمح بالعرب اللي موجودين، أهالينا اللي موجودين في فلسطين، أن يمتلك أي أراضي، وبالتالي تكون الغلبة للعناصر اليهودية الصهيونية المقيمة داخل إسرائيل للسيطرة على مدينة القدس. طب دكتور جلال، إسرائيل إزاي بتروج للأكاذيب دي دوليا؟ وحضرتك اقتراحك إيه للرد عليها؟ أولا إسرائيل تمتلك الإعلام للأسف يعني، أو اليهود على وجه التحديد، اليهود الصهاينة، وليس كل صهيوني يهودي وليس نعم. كل يهودي صهيوني. نعم. على الرغم من إسرائيل ليست الدولة اليهودية الأولى في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية هي رقم 1 ثم إسرائيل رقم 2. الإعلام، لغة الخطاب الإعلامي تتغير. القنوات الإعلامية لا تستضيف متخصصين، وبالتالي الشباب الصغيرين يعني قدر أن آراء يوسف زيدان هي آراء أساسية بالنسبة للشباب هذا الجيل، يستمد منه كل أفكاره وكل معلوماته الأساسية، وإن كان زي ما ذكرت قبل كده أنه يستمدها من صهيوني بيقيم في الأراضي العربية في فلسطين وبيروج لفكرته. وذكر جزء من الوغدي ولكن لم يذكر جزء آخر ذكره الوغدي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث مع آخر زوج له السيدة الزوجة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، كانت أرادت أنها تزور بيت المقدس، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال جملة مشهورة جدا، قال لها يحول بينك وبينه الروم. مكانه فين؟ في فلسطين. نعم. ده رقم 1. ثانيا يا دكتور يوسف، عشان نرد على جزء الغزو الثقافي اللي موجود عندنا، هل الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج التي تشكك فيها، ده موضوع يعني الحقيقة ملوش ان هو يدخل فيه، لان الدكتور علي جمعة كمان الحقيقة رد عليه ردود يعني دينية مفصلة. احنا هنرد عليه علميا بقى، المنهج العلمي اللي تربينا عليه. نعم، يعني يمكن دكتور علي جمعة، فضيلة الدكتور علي جمعة رد دينيا، احنا هنرد علميا. اتفضل. هل الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج لكفار قريش او مكة او الكفار في شبه الجزيرة العربية يوصف لهم مكان قريب منه مسجد؟ ولم يكن هناك مسجد في وقت، وإن كان المسجد الأقصى اللي بيطلق عليه مسجد الجعرانة ده بيقابله مسجد جنوبي، مسجد أدنى هو مسجد السيدة عائشة اللي في المدينة. والرسول أراد بالنص المصدر الإسلامي القريب الواقدي على أن المسجد الأقصى في بيت المقدس، فهو لم يقرأ المصادر واعتمد على معلومات مغلوطة ذكرها مردخاي كيدار ثم ذكرها الدكتور يوسف زيدان، وقبل منهم رددها أحد التفاسير الشيعية العياشي الشيعي لما نقل كلام عن الإمام جعفر الصادق كإمام من أئمة الشيعة، لما سألوه عن المسجد الأقصى قال لهم أن المسجد الأقصى في السماء. يعني الكلام اللي قاله دكتور يوسف يا إما اللي ذكروه قبله مردخاي العالم، مردخاي كيدار العالم في أو رئيس معهد السادات بيجن أو السادات بيجن، والشيعة فعلا. الله، ده احنا امام يعني لان مردخاي كيدار الازمه كمان يعني اهم حاجه امام واقعه خطيره يا دكتور جلال، يعني ما ينفعش ان هي تمر كده، لاني يعني ما ينفعش حد من عندنا وبقيمه مفكر زي الدكتور يوسف زيدان ينزلق في الهوه دي الحقيقه. وان كان يعني انا مقيم في اسكندريه. اسكندريه ليها طابع خاص في يعني مؤسسه الاناليندا اللي هي موجودة، مؤسسة كبرى ثقافية يقال إنها ثقافية ولكنها ليست ثقافية. لها أغراض أخرى داخل الأراضي العربية، بتروج لمصطلحات بتعتمد على جيل تغييب الحقيقة الأساسية، بحيث في النهاية هذا الجيل يترك القضية الفلسطينية وهي القضية الأساسية بالنسبة للعرب والعروبة والمسلمين، ويتجه على أن فكرة التعايش مع الكيان الصهيوني السرطاني اللي موجود في الأراضي العربية. المحاربة يا فندم لازم يكون في الإعلام. إسرائيل تمتلك الإعلام، الخطاب الإعلامي يتم تغييره، يعني في أمانة والتزام مهني وعلمي ان اللي يطلع في المنابر الإعلامية يكون على قدر المسؤولية. يعني أتمنى أن احنا النهاردة نكون قدرنا ننفذ أو نطبق الكلام اللي حضرتك بتقوله من خلال التلفزيون المصري الوطني والقناة التانية وخط أزرق، ونستضيف العلماء. يعني حضرتك شرفتنا النهاردة بدراساتك وبكتبك،
دكتور سامي الإمام العالم الكبير إن شاء الله يكون معانا في حلقة كاملة، ويعني يكون في نوع من أنواع إن احنا ننظر نعود إلى علمائنا. يعني احنا عندنا المرجعية وعندنا الأساتذة الكبار وعندنا المدرسة العلمية الحقيقية وعندنا الوطنيين من أبناء العلماء المصريين اللي على أرض مصر اللي عندهم دراساتهم. فلما نحب نشوف حاجة أو نستطلع حاجة على الجانب الصهيوني نرجع لهؤلاء العلماء. دكتور جلال زناتي، حضرتك شرفتنا النهاردة، ويعني بجد في موضوعات كان نفسنا نتكلم فيها عن الهولوكوست. أعتقد حضرتك ليك مؤلف فيه لازم يكون لنا حلقة منفصلة فيه إن شاء الله. معلش هنتعبك تاني وتجيلنا من اسكندرية. كان معانا مشاهدينا الدكتور جلال زناتي، وهو أستاذ التاريخ الوسيط في جامعة الإسكندرية ومدير مركز حورس، هو مركز تاريخي أيضا، وصاحب العديد من المؤلفات في تاريخ الصهيونية وعروبة القدس والهيكل والهولوكوست. إن شاء الله دكتور جلال تشرفنا مرة تانية، وبكرر التحية لحضرتك. لكل مشاهدينا أرجو أن نكون وفقنا في عرض حلقتنا النهاردة. أي استفسارات من حضراتكم هنسعد بيها جدا على سواء موقع التلفزيون المصري أو صفحتنا على الفيسبوك خط أزرق. إلى اللقاء.